اخيرا لقيت ركنه، في سر انا مش عاوز اقوله لكم، احنا راكنين في الممنوع. وما دام انا جيت يبقى لازم ناكل. لازم تاكل ها؟ قبل ما تعمل اي حاجه. مش لازم افكر، اكل الاول وبعد كده نفكر. عايز تروح فين؟ ايس كريم. الاكل دوت ناقص ايس كريم. لازم يعني ايس كريم. انا لابس على فكره بلوفر ها. محمد بيرشح لنا مكان بما ان احنا في المدينه بتاعته يعني. المدينه بتاعتي دلوقتي. دي المدينه بتاعتك دي. انت قاعد فيها اكتر مني صح ولا غلط؟ يبقى المدينه بتاعتك. ان هو بيدعي ان في ايس كريم هنا حلو، وانا عاشق للايس كريم ومتذوق جيد، فنشوف بقى هل فعلا الايس كريم حلو. مش مسؤول عن الموضوع ده. ايه؟ انا مش مسؤول عن الموضوع ده. لا انت بتخلع دلوقتي ولا ايه؟ بتخلع. بص اصلا الدنيا زحمه ازاي. الناس كلها في الشارع. انا بحب الزحمه. عاجبك الطابور؟ بص ايه؟ انت بتسوي انت والله اشتم يا ابني. الطابور معناه ان المكان فعلا حلو. طب ما هو في طوابير على هناك عليه طابور برضو كبير. مش معنى ده التاني اقرب فالناس بتتهجم عليه اكتر. احلى. في طوابير على ستورز بتاعت ابل مع انهم بيبيعوا الاوهام. الناس بتوع ابل هيشتموني. شايف دلوقتي هيبيع لك الاوهام ولا هتتفرج؟ هو على حسب، هو مش شرط عشان حاجه قدامها طوابير كتير. معوش حكوتي ده حقيقي. نطلب ايه بقى؟ انا هطلب بيستاشيو. افكر فين بقى البيستاشيو؟ الاخضر ده صح؟ تمام. في برضه اللي جوه ده اسمه ده بالشوكولاته ده مش عارف اسمه. ايوه بس انا هجيب حاجه حادقه او حاجه مسكره. اهو باشا سباي كوبن. جبت ميلونا. جبتها؟ انا ليست. اوكي ده مانجو. طلبت للصواف. بعد ما طلبنا كلنا نسينا صاحبنا اللي احنا كنا المفروض نطلب له برضه. هو مين الصواف؟ خد حته. هو ده اللي انت قلت له ربع ساعه زياده؟ ده هيعدمنا لو نسينا. الله صواف. شايفه صواف؟ صواف. شايف مانجا وفراوله. لازم نخش نطلب له. مانجا حلوه قوي. خش اطلب له تايتو. انت وصيتك لحد عندك ها؟ فلفو بس سايحه كلها. بقى عبال ما توصل بعمل لك ايه؟ فاتحين قبليه الشارع. انا ممكن اساعدك فيها لو عايز. خدي فيها خنازير؟ لا كلها حلوف. بص عندك المانجا بقى. مليانه دهن خنزير. المانجا في ليفل تاني. مليان جيلاتين خنزير. من عزه دي؟ كل مانجا في حته تانيه. يلا ايه؟ خد ما انت اكل 20 خنزير. نص واحد. محشور في العربيه الصغننه دي. يا غربه بتحمل. يا سلام. اكلت عبد الله وانبسطت. جيلاتي كانت حلوه. جيلاتي وفشار كمان. يعني الجيلاتي اللي انا رشحتها لك كانت حلوه حقيقي. الفشار دوت ما ظهرش في الكاميرا بس هو كان بياكل فشار. هو ما ادانيش فرصه ان انا اظهره له. هو رشح لي بيستاشيو ومانجا. البيستاشيو شغال بس هو كان مكيفه اكتر. انا بالنسبه لي المانجا كانت في ليفل تاني خالص بصراحه. لا انا بالنسبه لي البيستاشيو هو الاهم حاجه. المهم بقى ان معظم الناس او منكم كتير سالوني فين عبد الله ما بيطلعش معاك ليه وبتاع، فهو ممكن اهو قدامك اهو يقول لكم بنفسه هو كان فين او بيعمل ايه في حياته. انا كنت لابس طاقية لخفه. طاقية لخفه؟ بلاش القلش الرخيص ده. انا بكل بساطه عشان اعرف المانيا ماشيه ازاي، محمد في هيسن او الولايه اللي انا كنت فيها برضو كانت في هيسن. هيسن دي في نص المانيا. انا حاليا في البايرن. البايرن هي في الجنوب خالص، جنبه ولايه تانية كده. هما الاثنين دول من اغنى ولايات في المانيا يعني. فسبب ذهابي للبايرن الاساسي يمكن بقالي 8 شهور دلوقتي او 7 شهور تقريبا هو الفلوس بصراحه يعني. البايرن ولايه غنيه جدا، فيها موارد كبير جدا، المصانع كلها موجوده فيها بنسبه كبيره، ففلوسها اكتر من اي ولايه تانية. بنتكلم 20-30%. المعيشه غاليه بس لو عرفت تمنتين المعيشه بتاعتك وتظبطها هتكسب كتير جدا.
يعني انا عشان بصراحه الفلوس، وفي نفس الوقت كنت جنبها اظبط، يعني بخلص الماستر الماجستير دلوقتي بحاول اخلصه. فهو فلوس. انا مادي، بعت بصاحبك عشان الفلوس. مادي حقير. بعت صاحبك عشان الفلوس. ايه؟ بعت صاحبك عشان الفلوس. انت صاحبي؟ انا بعتك بصراحه. الشباب سابونا بنتكلم مع بعض ودخلوا هم ما اعرفش راحوا يعملوا ايه. دور عليهم عبد الله. ما معناش مفتاح على فكره ندخل السكن بتاع الطلبه. مروان هو اللي عنده المفتاح ده. فتح الباب. فتح الباب الحمد لله. تم فتح الباب بنجاح. تم فتح الباب اتقفل. انا سايبك تقف هنا. فتحوا لنا باب وقفلوا لنا التاني. انا سايبه هنا. حبنا قول تاني. هينط من المطبخ يروح يلحقه. حرامي حرامي عايز تنط من المطبخ. قفل الشباك. قفل كمان الشباك. ده محصن نفسه بقى مش عايزنا نيجي. هو المفروض ان احنا جايين معاه بس هو باعنا ودخل جوه ينام تقريبا عشان كان شغال. هاي دخلنا. قررنا مش عارف ايه. مش شايف عليك. انت بتضحك علينا بتغلي في الكاتب بعد كده ترميها على النار. ده تكنيك ده. استنى. هو الشاي ده لازم يتحط على الميه المغليه على طول. ماشي وانت قادر. داخلين طالعين. الصواف قال لنا اطلعوا بره علشان الجو احلى بره. ايه اللي بيزمر ده؟ ايه الصوت ده؟ احلى كوبايه شاي بقى في الهواء. ايه كل كرسي اتاخد فاحنا هنقعد. هندخل نستلوح. نستلوح. خش. احنا ناس رخمه قوي. محمد، هو احنا ليه ما قعدناش في المكان بتاعنا محمد؟ مكان ايه؟ ما هو احنا المكان بتاعنا اللي هناك. ما انا دخلت لكم قلت لكم احجز له كل مكان. طلعنا لقينا الناس احتلت المكان. حرفيا ده سكن طلبه. كام دقيقة؟ طب 5 دقايق عبال ما الصواف مجرد سخن الميه. 5 دقايق البتاع اتحجز. طبعا المكان جميل جدا. اصل انا اللي بجيب الكرسي ده بشيله من هناك لغايه هنا. فاحنا هنعمل ايه؟ احنا هنروح هنقف جنب الترابيزه نقعد نتكلم بصوت عالي هم هيمشوا. ماشي. اولا دول مش ساكنين هنا. انت شايف ان احنا نطرد الناس ده عادي؟ انا مش شايف عادي بس صاحب المكان بيقول عادي فهو حر. اول حاجه هم مش ساكنين هنا. تاني حاجه الكرسي بتاعي. يعني ايه الكرسي بتاعك ده؟ ايه ده؟ ايه ده صور؟ هو ايه ده ليه كده؟ دي العجله بتاعتك؟ سرقوا العجله اللي قدام والعجله اللي ورا. سابوا له جسمها. انا مش عارف ازاي اصلا كان بيركبها هو الحجم ده. المشكله الناس بتاعها كام يوم راحوا واخدين اللمبه كمان اللي ورا. بتاعت اطفال يا عم. بتاعت اطفال. دلوقتي عبد الله واحنا بنشرب الشاي بيقول لي حاجه غريبه. بيقول لي انا بفكر انزل مصر استقر فيها واقعد وما اكملش في المانيا. والمفروض ان هو عنده اسباب مقنعه عايز يقنعني بيها اعمل زيه. فانا حابب ان هو يقول الكلام ده قدامنا احنا كلنا يعني تتفرجوا معايا وتقولوا لي رايكم ايه في الكلام اللي هو بيقوله ده. قول لي بقى ايه سببك المقنع وانت ده كاتب لي كمان نقط. طب مرتب افكاره. الشاي ده كل ما بشرب بيجي لي افكار ووحي. انت جت في دماغك يعني فكره تنزل مصر؟ بص هو انا هنزل اخر شهر 1. جميل. ايوه بس ايه يعني السبب الرئيسي الجواز وكده، ولكن انا ناوي بنسبه كبيره لحد الان على الاستقرار بشكل كبير يعني. تمام. استقرار في مصر. استقرار في مصر تمام. لو في المستقبل الله اعلم يعني ممكن تبان لي حاجات ممكن اغير قراري، بس لحد الان انا شايف ان لا في عوامل. المعطيات اللي في ايدك دلوقتي بتقول لا في عوامل كتير. انا بالنسبه لي تقول لي لا انا ممكن مثلا استقر في مصر بغض النظر الكلام ده هيتغير في المستقبل ولا لا يعني. منها رقم 1 مثلا الجو هنا لا كئيب جدا غالبا طول السنه كئيب يعني. السحاب دايما موجود. ده بالنسبه لي انا ممكن بالنسبه لناس ثانيه لا عادي. انا بالنسبه لي الجو ده كئيب جدا. جو مصر بالنسبه لي احسن. مش طول الوقت. انا بحب الصيف اكتر من الشتاء يعني. ممكن تعترض معايا في حاجات زي كده. بحب الصيف اكتر من الشتاء. بحب التلزيق. تاني حاجه وتالت حاجه مع بعض الاهل والاكل. ده نفس الوزن يعني؟ انا بالنسبه لي الاهل زي الاكل بصراحه. هو الاهل هم اللي بيعملوا الاكل. الاهل طبعا بيوحشونا دايما. سواء والدي اخويا التاني هنا بالمناسبه، لكن اخويا التالت في مصر. الوالد اهل برضو خطيبتي يعني اهلي يعتبر. واهلي بشكل عام دايما بيوحشوني بكلمهم كتير. فدايما بيكون عندي الاحساس ان انا في حاجه ناقصاني عايز دايما اكملها بالمكالمات مثلا اللي انا بتكلم بيها مثلا. في دايما حاجات بتكمل لي لما اكون موجود هناك. ده الاهل.
الاكل بقى، الاكل هنا بصراحه بحس ان ده ملوش طعم، خصوصا الفاكهه. عشان كده خسيت هنا شويه. الفاكهه هنا ملهاش طعم خالص يا جماعه بجد، يعني حرفيا بجد الاكل هنا خصوصا الفاكهه بتحس انك بتاكل بلاستيك، يعني هي البلاستيك واحد. في مصر somehow بتحس ان الفاكهه ليها طعم، خصوصا المانجا مثلا. انا عاشق للمانجا مثلا. الحشريه بتديها طعم تقريبا. يعني احنا كل ما نزود مبيدات حشريه وحشه بتبقى حلوه. الاكل من الشارع بيوحشني، مع انه بيجيب لي بعد كده مشاكل في بطني، بس برضه بيعجبني. هنا لا، الاكل هنا يعني ممكن اديله مثلا 3 من 10. الاكل مثلا في مصر بالنسبه لي 7 8 بصراحه، يعني الاكل في مصر احسن بكتير من هنا. رابع حاجه الضرايب. الضرايب هنا يا جماعه بتشفط المرتب حرفيا، يعني انت بتوصل لحد معين، انت غالبا الضرايب بتكون مثلا 30 33%، ده انت لو شخص اعزب مثلا. بعد كده بنتكلم في ارقام فعلا خزعبليه لما بتكون مثلا شغال بقى الشغلانات اللي هي فعلا دخلها عالي. بنتكلم مثلا لو انت مثلا طبيب، ممرض، شغال مثلا في البرمجه، المرتبات مثلا تخسر 40,000 50,000 60,000 في السنه، ممكن 70,000 في السنه. بتوصل لمرحله بتلاقي ان تقريبا 40 او 45% من مرتبك بضعف الضرايب. بتحس ان انت بتشتغل للدوله. الكلام ده بيعود على الخدمات اللي بتشوفها، التامين الصحي، الطرق المظبوطه، الصرف التمام، بتلاقي كل حاجه مظبوطه. بس بتحس برضو اوكي انا بدفع 50% من مرتبي لو انا شغال في الشغلانات الكويسه دي، 48 او 50% من مرتبي للدوله. شوف بقى راي الناس ايه في الحته دي، لان الحته دي انا من اكتر الحاجات اللي مش موافق عليها بصراحه. لو سمحت محدش يشتمني، ده رايي الخاص. خبيب في الصندوق بتاع العجل ده. ايوه ده رايي الخاص، واي حد هيشتمني ربنا يسامحه. بالراحه عليه، الواد بقاله كتير ما طلعش. ها بالراحه. انا عارف الكومنتات هتبقى عامله ازاي في الفيديو دوت. خامس حاجه واهم حاجه بالنسبه لي هي ان انا يعتبر شايف المستقبل. واحد يقول لي يعني شايف المستقبل، هقول له بكل بساطه مصر تتقدم ازاي او ماشيه ازاي على النهج الاوروبي غالبا، او النهج الامريكي، او النهضه الصينيه، او وات ايفر. الحاجات اللي انا شايفها هنا في المانيا، او الناس اللي شبهي اللي برضو بتفكر تنزل، احنا يعتبر شايفين المستقبل. يعني ايه؟ يعني بنشوف هنا المانيا متطوره ازاي في النقل، في المواصلات، يعني في الطب، في الحاجات دي كلها، وبنحاول نقلدهم. يعني مثلا على سبيل المثال انا مثلا بعمل ماجستير في الاداره الطبيه، يعتبر بخلص، واخد بروجكت مانجمنت، واخد كل الحاجات دي، الاي هيلث، الحاجات دي كلها. من مجال دراستي ان انا اقدر اعمل ستراكشر كبير زي المستشفى مثلا، وعارف فيها غالبا كل حاجه اقدر اعملها على النظام الالماني. يعني ايه؟ يعني مثلا تدريب الطواقم الطبيه، الحوكمه بتاعه المنظومه، القطاع الطبي خصوصا في المستشفيات، بقدر كمان اعمل بروجكتس مانجمنت كويسه، بقدر كمان الحوكمه الالكترونيه داخل المستشفى، وازاي تربط الاقسام كلها ببعض. الحاجات دي غالبا مش موجوده في مصر. بس هل هي هتحصل في مصر؟ غالبا هتحصل في مصر، بس مين اللي هيكون ليه نصيب الاسد؟ الشخص اللي عارف، مش هدعي انا يعني، او الشخص اللي فاهم، او اللي عدى بحاجه زي كده في المانيا. غالبا بتسمع مثلا عن اوكي في خبير الماني ما اعرفش جاي منين، خبير امريكي جاي مش عارف يعمل ايه، يقعد 3 أسابيع ويمشي، تمام؟ فانا يعني مجال دراستي والحاجات دي، بالاضافه الى الضرائب طبعا اللي اقل في مصر عن الموجوده في المانيا، فاقدر اقول او اقدر ادعي ان ممكن فرصه بيزنس كويسه جدا غالبا في مصر عن المانيا في الحته دي، لان اوريدي المانيا متطوره في الموضوع ده. طيب لو انا نقلت الحاجه دي وعندي الخبره والنولج بنظير اكون عندي السبق في الموضوع دوت في المانيا، في مصر، هيكون ميزه تنافسيه كبيره جدا، لان مفيش كتير ناس شبهي. اكيد طبعا البوينتات دي كلها بنتكلم لحد دلوقتي، بنتكلم حوالي في 5 بوينتات، مش هي كل حاجه، في ممكن تكون بوينتات تانية. الفكره بقى ان هل انا خلاص اول ما هنزل مصر هيكون كله تمام؟ ما اقدرش اجزم بكده. انا عندي تخيل او تصور معين، ممكن التصور دوت في الاخر يطلع بطيخ. ما اعرفش، لسه ما جربتش. تقريبا يعني نجزم ان 90% من الناس اللي بتنزل بتقول لي، بترجع طبعا وبتقول لي لا ما ترجعش، احنا جايين من هناك وبنقول لك هتزهق وهتتضايق.
الكلام دوت ممكن يكون صح، ولكن عايز اجرب الاكسبيرينس دي بنفسي، نشوف ما اعرفش. دلوقتي احنا سمعنا بالتفصيل في وجهة نظر عبد الله في حتة ان هو عايز ينزل مصر ويظبط حياته وعنده الاسباب بتاعته. تعالى بقى ايه نشوف الشباب الموجودين معانا النهارده رايهم ايه في الكلام اللي عبد الله بيقوله دوت. صواف، ايه رايك في الكلام اللي عبد الله بيقوله بس من غير شتيمه لو سمحت، عشان انا الجمهور عندي جمهور محترم. لا ما تخافش، هو كده كده اخر نقطه لا يستحق الرد عليها اصلا، لان طبعا في الخيال يعني. انما انا ممكن اتفق معاه في نقطه الاهل ونقطه الاكل وحته الضرايب برضو، لان هنا الواحد ممكن يعيش حياته كلها وما يحوش ولا يستثمر في اي حاجه خالص، لان حرفيا الضرايب بتخلص كل الفلوس. انما طبعا النقطه الاخيره ما ينفعش. انا عارف ان عبد الله دماغه عايز يعمل بيزنس وكده، بس انت في مصر عشان تعمل بيزنس لازم يا اما تجيب فكره جديده خالص، ويا اما تعمل حاجه تعمل مطعم او تعمل مطعم فعلا يا اما تنافس مع الحيتان، وده طبعا مش هينفع يعني. يعني انت شايف ان اسبابه تخليه فعلا لا طبعا الواحد خالص يبقى عايز ينزل خالص. مصر؟ لا خالص. ها خالص لا، ولا حتى مش دلوقتي ولا قدام، على طول لا خالص. وعندنا امثله كتيره جدا بيروحوا وبعد سنتين ولا حاجه يقول لك لا انا عايز ارجع تاني. هو يعني انا مش عايز احط تحدي، بس هو انا اعتقد ان هو في خلال سنه سنتين بالكتير هيقول عايز يرجع. معانا كمان سمير بس مش عايز يطلع في الكاميرا. رايك ايه على الكلام بتاع الصواف؟ لا كلام الصواف مظبوط، انما كلام عبد الله هو اللي مش مظبوط، بس ما يستحقش يعني مجهود ان احنا نرد عليه، او ممكن تريح دماغك وتقول له صح عندك حق. تريح دماغك يعني تقول له صح عندك حق. بس يعني انت رايك مع راي الصواف؟ لا انا رايي اشد من الصواف كمان. اشد؟ بس تعتذر انك تقوله قدام الكاميرا. خليه لنفسي يعني. طب انت ايه رايك في الكلام اللي عبد الله بيتكلم فيه؟ الشناوي يا جماعه على فكره اول مره يطلع عندي تقريبا، صح؟ اول مره طلع شويه فيديوهات كده زمان تطاش. اول نقطه كان اتكلم عن ايه؟ كان اتكلم عن الاهل. ماشي، نقطه كويسه يعني، بالذات لو واحد مثلا عنده امه او ابوه مثلا اللي عايشين لوحدهم في مصر. نقطه مهمه جدا حتى دينيا يعني. مثلا اذا انت طب ما ممكن يجيب امه او ابوه دلوقتي بالقوانين الجديده بتاعت المانيا، بس يعني مثلا النبي صلى الله عليه وسلم واحد جاي يجاهد معاه قال له استأذنت ابوك وامك جهاد؟ كان قال له ما استأذنتهمش. قال له ارجع، لو اذنوا لك تعالى، لما ما اذنولكش اقعد تحت رجليهم. هذه نقطه كان بيتكلم عن الاكل. هو للاسف يعني لو انا هشتري طعم بصحتي الاكل طعمه حلو في مصر، بس هنا مثلا الاكل في المانيا مختلف. الاكل بيتصنف هنا مثلا تصنيفات A و B و C على حسب جودته او كده. فالاكل مراقب مثلا. الاسعار لو جينا الاسعار دي قصه ثانيه خالص، ما تعرفش تزود سعر زي ما بيحصل في مصر. مثلا التجار بيضربوا اسعار في السما براحتهم، محدش بيراقب عليهم ولا حاجه. ضرايب انا اتفق معاه واختلف برضه يعني. هو اتكلم عن ال 50% او كده، لا مش 50% كتير جدا، و50% كتير جدا يعني. هو بيشتغل ايه؟ هو بيشتغل كذا حاجه فهيتسحبوا ماشي 50%، لكن اذا بيشتغل مثلا حاجه معينه فيبقى مثلا قريب من 30% خصم من الضرايب، بس اللي هتاخده هتعرف تعيش بيه حياه كويسه يعني. وممكن كمان اذا بتشتغل مثلا مهندس او دكتور او حاجه كده بتاخد مرتب كويس، ممكن تتفسح، ممكن تروح تعمل حاجات كتير. للاسف ده الكلام ده صعب تلاقيه في مصر. البيزنس دي نقطه الصراحه. الموضوع البيزنس وموضوع انا مش هرد عليها صراحه. هسيبها للناس ترد عليها لأنه هو شتت منه خالص آخر نقطة. دي مش نافعة خالص. هي بص، في حاجة بس أهم حاجة نسينا نقولها، إن إحنا 90% من الناس اللي موجودة دي كلهم عايزين يسيبوا البلد دي، لأن إحنا نعتقد إن ما ينفعش طفل سوي يقدر يتربى في البلد دي يعني تربية إسلامية. فأنا شايف إن كلنا محتاجين، بس القرار اللي عبد الله أخده هو قرار خاطئ طبعًا. هو لسه هياخده؟ أول اللي هياخده يعني هو قرار خاطئ. زي المرة اللي فاتت. لا انا عايز اعرف ايه المضرب اللي انت ماسكه ده سمير؟ تلعبوا 2 ضد 1 ولا ايه؟ بالراحه على نفسك. طلع هتلاقي في سكن طلبه في مصر بيوفر لك البينج بونج دي؟ لا السكن الجامعي بتاع اسكندريه. طب عبد الله دلوقتي الحاجات اللي انت اتكلمت عنها تمام، هل انت كنت عارفها قبل ما تسافر
ولا ما كنتش عارفها جيت تقصد ايه بالحاجات؟ اللي هو مثلا الاكل وحش، الضرايب، الحاجات اللي اتكلمت فيها، الاسباب اللي هتخليك ترجع مصر. كنت عارفها قبل ما تسافر؟ مع ان انا وانت لما كنا عايزين نسافر كان ده حلم حياتنا ومخصصين حياتنا كلها ليه. بنسبه كبيره بس ما كنتش مدركها، يعني عارف بس مش مدرك. في فرق بين المعرفه والادراك، فرق كبير جدا. طب اشرح اكتر. يعني المعرفه انا عارف مثلا ان احمد صديقي ده مثلا انسان مش كويس، لكن ده اللي انا عارفه بس ما ادركتوش. ادركه امتى؟ لما ابتدي اعيش معاه، عشت معاه، عرفت يعني ايه كلمه وحش، فلذلك هعمله ديناي، مش هحب اعرفه تاني. المعرفه غير الادراك خالص. ولما ادركت كده حسيت ان دلوقتي لازم ان انا اخد قرار. طب ليه ما تمشيش دلوقتي حالا شهر واحد؟ اشمعنى شهر واحد؟ ولا انت في لا انا مظبط وضعي بنظير خلص الماجستير، اخلص شهرين شغل وبعد كده اروح جاي نازل على طول. وهتقعد فتره الله اعلم هتقعد قد ايه، ممكن ما ترجعش تاني. ممكن بالظبط، ممكن على فكره ممكن اقعد، انا بالنسبه لي ممكن اقعد شهرين، ممكن اقعد 3 4 شهور. راح تتجوز بقى؟ ما هو كده ولكن خلي بالك برضو من نقطه. انا دلوقتي عارف الحاجه ايه هي مساوئ هنا والحاجات الكويسه في مصر، او العكس، عارف لكن مش مدرك. معنى كده ان انا ممكن انزل وفي خلال 3 4 شهور اروح جاي مغير رايي وارجع، لان ساعتها هكون مدرك الموضوع وعشته بنفسي، فهيكون الموضوع مختلف. تمام. نقطة انصاف لعبد الله. احنا عارفين ان عبد الله عنده الامكانيات ان هو يعمل كده، بس مش في مصر ومش في الوقت اللي احنا فيه ده. فربنا يكون في عونك. بالذات نقطة 5 يا جدعان، مفيش تعليق على نقطة 5. ليه؟ خلاص. اتفضل. برضه نفس النقطة ال5 عايز الناس تظبطوا فيها. بس كده. والله بيحبوك قوي يا حبايبي. يا ابني ما قلت لك ان ما ينفعش. انا سايبهم جوه بيتخانقوا تقريبا. انا سببت لهم فتنه كل واحد برايه، ومش هقدر اطلع كل الحاجات اللي هم بيقولوها لان الالفاظ بدات تطلع من لسانهم، وفي حاجات ما ينفعش تطلع على اليوتيوب. بس يعني ايه، تخيلوها انتوا من وجهه نظركم ايه اللي ممكن يكونوا بيقولوه في جوه في الاوضه دي. اوضه سكن الطلبه بتاع حاجه اسمها الايشندورف رينج جيسن، الاوضه سي 010 رقم 10. الصوت طالع، مش عارف هو باين ليكوا في الكاميرا ولا لا، بس هم شغالين مع بعض. بتاع اللي بيزمر فوق ده كل شويه يزودني. ربنا يستر. انا هحاول اخش اهديهم شويه واقول لهم يا جماعه اهدوا، كل واحد ليه رايه واللي عايز حاجه يعملها هو حر. الراجل ده لسه جاي اهوت، اتفرجتوا على الفيديوهات اللي عبد الله قالها وعايز يرد عليه بسرعه لان مش قادر يستحمل ان هو ما يردش عليه. تبص ليه كده يا ابني؟ نهج اوروبي وينزل نهائي، ربنا معاه. قول الحقيقه، قول الحقيقه. اقول الحقيقه؟ لا خلاص بلاش. انت عارفني اصلا مش هسكت. ما تقولش الحقيقه. والله هصيغ لك الكلام وهسرد لك كل حاجه بشكل مبسط، وهتلاقي يا ريتني قلت الكلام ده فتقول لي طب بقول لك ايه، ما تيجي نغير الفيديو، كان عندي نقطه ممكن اغيرها. هتعمل كده؟ هتعمل كده؟ لا مش هتعمل كده وانا اقول رايي. بلاش. خلاص. لا والله بص، يعني بلاش رد على عبد الله، لكن يا ريت ما حدش يعمل شبه عبد الله بامانه والله. يعني لازم الناس تحسبها احسن من كده. الفكره ايه، انا واثق جدا في عبد الله في فكره القرارات السريعه، ان هي بتبقى باينه ان هي سريعه، بس هو ساعات بيبقى حاسبها. لا مش ساعات، هو دايما بيبقى حاسبها. هو برضه صايع في الحته دي شويه. يعني عبد الله انا عارفه شخصيا، هو مش بياخد القرار اهوج، لا هو كويس ما شاء الله في الحته دي. لكن اسبابه اللي قالها اتوقع والله اعلم بشكل كبير ان هي بس يعني عشان نحط كلام وخلاص. لكن السبب الرئيسي زي ما قال الجواز، يعني ممكن يبقى، لكن يقول نهج اوروبي ومصر ومشروع وبتاع، بلاش حد يصدقه. بتعمل ايه صور؟ انا بقى ايه؟ لازم الساعه دلوقتي 11 بالليل، لازم نعوض المناقشات اللي احنا عملناها دي. ده هي دي اللي هتجمعكم. انا جعان. هو ايه ده، فيها خنازير دي ولا كل حاجه جواها فيها خنازير؟ لا وسع شويه. دي اسمها ميت لافر دي. ايوه انتوا قاعدين هنا ليه؟ ما نقعد جوه احسن. انا بصراحه مش الجو بتاعي خالص ان انا اكل الساعه 11 بالليل. دي اللي هي ميت لافر صح؟ دي بتخن صح؟ انت بتغيظني يعني ولا بتغيظ اللي بيتفرج؟ انا لو اكلتها يعمل لي حلو جامد. ايه دي؟ فرحان بالبيتزايه؟ وعليكم. حلوه صواب؟ الحمد لله. ايه الاخبار؟ رهيبه. مش كنا فيك مع شبيتزا؟ هتسيب البيتزا دي وتروح مصر يا عبد الله؟ بصراحه
بصراحه يعني سندوتش كبده من عند الفلاح. انا هطلع الريتنج من 3 من 10 ل 10 ونص من 10. وانت صوت عايز ايه؟ عايز سندوتش من عند الفلاح؟ ماشي يلا باي. باي سلام. باي باي. صواف سلام. السلام عليكم. يلا بينا. لا انت مش سلام بتاعك اصلا. سلمنا على بس اخر حاجه محدش يعمل بري جادجمنتس، محدش يعمل احكام مسبقه، وما تزعلوش مني يعني. لو في ري جادجمنتس بتتعمل اساسا لازم تتعمل عليه هو، يعني في الدنيا اي انا عمري ما بحكم على الناس، بس لا كتير قوي. انا بحب محمد خالد وانا ما بحبوش، ما تسمعوش كلامه في الحته دي. سلام. ظلام المانيا. محدش شايف حاجه. بما ان السرعه هنا دايما محدده وحاجات شبه كده، فمش هينفع نقول لكم احنا ماشيين على سرعه كام، لكن احنا بنحب نجري اكيد. وبعدين بما اني لا بموتك ليه؟ انت عمرك عملت معايا حادثه؟ لا. طب خلاص يلا بينا نعمل حادثه. اهو الراجل بيجري. هيموت. ده بيلاعبني ملاهي. انا هختم الفيديو على كده. لو عجبكم الفيديو اعملوا لايك، ولو لسه جداد في القناه اعملوا سبسكرايب، وشوفوني في الفيديو الجاي. لو انا عشت يعني، لو ما عشتش يبقى انتوا مش هتشوفوا الفيديو دوت. بس انا السبب. انت السبب بقى. يلا سلام.